ومرحبا بكم مرة أخرى وفي دبارة جديدة. دبارتنا اليوم باش تكون بيتزا تونسية. البيتزا التونسية هذه بصراحة عاملة ضجة كبيرة في المطاعم، ذقتها وعجبتني على الآخر. هي في العادة البيتزا البات الأصلية متاع البيتزا اللي معروفة، هي بيتزا طليانية معناها معروفة على التلاين، مي في الحشوة فيزيتي على التونسي. تو نشوفوا الحشوة محلاها بنينة وغالية، هي حتى كي تمشي المطعم هكا باش تطلبها غالية شوية. علاش لا قلت ما نعملها لكمش. كليتها انا وعجبتني وفهمت شنو اللي فيها، المكونات اللي فيها شنو، وبنينة برشا وياسر العباد تحبها معناها عجبتهم على الاخر. قلت خلينا نجربها معاكم. نبداو بالعجينة. اول حاجة باش نعملها هي العجينة. عندي هنا باش نعمل 300 غرام فرينة، حطيت مغرفة صغيرة ملح، باش نحط باكو خميرة فورية، طقس بارد هذاك عليه حطيت باكو، وباش نحط ما يقارب 3 مغارف زيت عادي، نخلطهم في بعضهم ونعجنهم بالماء الدافي. نقعد كل مرة نزيد حتى لين تحصل على عجينة طرية. نكمل نعجنها ونرجع ان شاء الله. لهنا البات كملت خمرت معايا بالكدا. توا باش نحلها بكلها. عندي طبق هذا البيركس خاطر باش نعملها كعبة بركة، انا نحلها عليها ندهون بالزيت بالطبيعة. نحيك الزايد هذاك الكل. نجم نعمل بيه بيتزا اخرى هذا اللي نحيته. نعمل هكا بصبعي. عندي هنا جبن الموتزاريلا باش نجي نحطها هنا في الحراف ونبدا نسكر عليها. نجي نسكر عليها هكا. اول حاجه باش نعملها عندي صوص البيتزا، انا خذيتها حاضره، وكان تحبوا على وصفه ديالي امشيو للبلايست تلقاو. عملت لكم انا مره في فيديو صلصه البيتزا. هي المره الاولى نحطوا فيها صلصه كيما اي بيتزا. والاستيوس اللي معناها الفازه اللي قلت لكم عليها حطوا فيها سلطه مشويه، ديك علاش سماوها البيتزا التونسيه. وصدقوني فيها بنه مش نورمال. وحاجه اخرى زاده باش نحطها لكم ونقول لكم عليها.
عندي هنا جبن الموتزاريلا، ربيت وقصيت، ماني عملت كل شيء. ربيتها شوية بعد ما عجبتنيش قلت لا نقصها هكا خير، تبدا مليانة بالمشخشخة هكا بالجبن خير، يبان فيها معناها كدا تاكل في الجبن، معناها حتى كمنظر يبان. شوية زيتون، الفور عمل عليكم الحس برشا. المكونات متاع بيتزا تونسية، الحاجة الزايدة فيها على البيتزا الأخرى سلطة مشوية وعظمة في الوسط. حاجة اكسترا بنينة. وتو نشوفوا بعد النتيجة مع بعضنا. نحطها توا في الفور دقيقة باش نعمل شوية كليل فوق العظمة، نحط شوية كليل والا فلفل اكحل وندخلها التيب. مرة الأولى نحطها تيب من اللوطة، نشعل عليها من اللوطة، وبعد كي تحمر في الجناب نشعل عليها من الفوق باش هذا الكل يحمر. بيتزا حضرت، نحطها في الصحن اللي باش نقدمها فيه. نكمل تو نزينها بشوية طن. الريحة تهبل، ما نحكي لكمش على الريحة في الكوجينة. منظر العظمة مزيان برشا، معرفش كان باين لكم. وهكا تكون حضرت، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، واكيد باش تعجبكم. حضروا حويجة في الدار خير ما نمشيو نشريوها بالغالي معناها في بيتزارية ولا في ريستوران. ونستنى تعليقاتكم ونحبكم تجربوها وتقولوا لي رايكم، وان شاء الله في فيديو قادم وبسلامة.